النهارده يا جماعه كنت جعان قوي، فقلت ان انا تعالي ننزل نجيب حاجه ناكلها. فانا كنت نازل على اساس ان انا هجيب انا وهي شيبسي دوريتوس اي حاجه ناكلها يعني. فلقينا اطعمه دومتي الجديده، فقلنا نيجي نجربها معاكم. هو الاطعمه الجديده كانت بسطرمه كريمي، جبنه كريمي بالبسطرمه وجبنه كريمي بيتزا وجبنه كريمي بالسي فود المدخن. يعني لازم يزودوا كلمه المدخن. ماشي. وتحليه تشيز كيك وشوكولاته بني. شوكولاته بني. ماشي. احنا بقى انا اندومي لاحظنا حاجه ان هنا البريد او العيش اللي تحت هنا مختلفين. يعني مثلا التحليه هنا بريد او الخبز بريوش، اما هنا فهو اللي هو في البسطرمه، وغالبا البسطرمه والبيتزا فهو بابريكا، عيش بابريكا. وهنا العيش هنا فوكاتشيا. هو هنا هي يا جماعه مكتوبه تحت عشان لو حد عايز يشوف يعني. تمام. احنا دلوقتي هنقرر هنبدا حاجه من دول، والتحليه هنسيبها كده بعيد شويه. نبدا الاول بالاكل اللي هو العادي، بعد كده نبقى ندخل بالتحليه. تحبي تاكلي ايه يا ندى؟ مش فارقه، ممكن نبدا بالبيتزا يعني. ماشي. بعد كده بقى هنحط ده هنا وهنودي دول هنا كده لما نخلص ده. ماشي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا نفتحهم. تمام. بس انا برضو مش فاهمه يا جماعه، هو الفكره ان ده اللي هو البابريكا، اللي هو العيش البابريكا، بس البابريكا دي اصلا توابل. انا عايزه افهم بس ازاي سموا العيش على اسم التوابل. بس عموما يلا بسم الله الرحمن الرحيم هنبدا. ده يا جماعه طعم البيتزا. هو بصوا فيه زي حبه صغيره. طعم البيتزا. ماشي. تمام. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. القرف ده. طعم وحش يعني، مش قد انا لو اشتري مش هشتري تاني. ده طعم وحش قوي يعني، في حاجه كده لازم. بالنسبه لي هو يعني النص نص، مش وحش قوي ومش حلو قوي، لا مش هشتري تاني. تعالى يلا بقى انا اختار السي فود. تمام. والاخر برضه هنقول لكم احنا عجبنا قد ايه من كل ده في المية، وايه اكتر حاجه عجبتنا فيه. بس دلوقتي نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي ده يا جماعه السي فود اللي هو برضه خبز فوكاتشيا. انا مش عارفه بيجيبوا الحاجات دي منين. انا فوكاتشيا اصلا معرفش ولا هي توابل ولا هي ايه، انا معرفش. بس عموما بسم الله الرحمن الرحيم يلا ندوق. حلو قوي. حلو قوي. حلو قوي. حلو قوي ده. عارفه انا في طعم كده دقته قبل كده، طعم منه حطي. غالبا هي كلمه كريمي. هي حلو قوي. غالبا جبنه كريمي. لا يا جماعه دي حلوه. لا ده حلو قوي. دي ما تمام. ماشي. تعالى هناكل بقى خلاص ده عشان بعد كده نبقى ندخل في التحليه. ابدا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. نفتح. واخر ده اللي هو الطبيعي اللي هو كريمي بالبسطرمه، بس هو مكتوب عليه سوبر اخر واحد ساندوتش. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ده برضه فيه سلطه. جامد ده. طعمه عادي مألوف. حلو قوي عشان بحب المستردة. يعني احنا بنحب الجبنه لا يا جماعه حلو قوي. انا على فكره يعني انا مش راضي عن الفيديو ده عشان انا اكلت قطمتين 3 وانا جعان. يعني انا الحق اخلصه عشان اروح اكل. خلاص بقى مش هتبني دلوقتي بقى. بعد ما خلصنا الحادق هنبدا في الحلو. تبدا بايه؟ ممكن هبدا بالجديد التشيز كيك. ماشي. يلا بينا. ده اللي هو خبز ايه ده اللي هو بريش. ده التحليه، فغالبا ده خبز مخصص للتحليه بقى. بس احنا اول مره نسمع غير البابريكا، عارفين ان هي توابل بس. الله. سلام. افتح النص. تمام. اي شكلها زي المربى من جوه. ممكن عادي. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. كمان عامل زي الهوز بالفراولة. لا مربى. انا بقول هوز بالفراولة. هي طعمها مربى. طعمها حلو. ماشي عادي. عارفة نبدأ في الشوكولاتة بالبندق. بسم الله الرحمن الرحيم. ده برضه خبز بلداني. لو حد عارف اي خبز ده يكتب لنا في الكومنت عشان نبقى عارفين برضه.
ده شكل مختلف. عامل زي مقسم 3 يا جماعة. مقسم 1 2 3. يلا بسم الله. انا اصلا ما بحبش هي زي النقال العادية، بس هو الجديد ان هم عملوها يعني بدونتي. ورجعنا لكم تاني بعد ما خلصت الاكل واكلت كله الحمد لله. اديتها بس يعني لقمه صغيره عشان حتة تاكلها. صغيرة يا جماعة والله. ربنا يخليها ليا عشان هي نزلت معايا تجيب الاكل. هو احنا هنقيم بقى البتاع. والبيتزا 0/10. انا هديها 0/10. انا هديها 5 من 10 يا جماعة، بس عشان سبب ان انا ما بحبش الزعتر، بس هو طعمه جواه كان حلو يعني. ماشي. سي فود انا اديله 10/10. 10 من 10 برضه، كان طعمه حلو يا جماعة بصراحة رائع. البسطرمه 20/10. البسطرمة بصراحة يعني هديله مثلا 8.5 9.5 من 10، لأن هو طعمه عادي يعني. مامتي كانت عاملاه أصلا. تشيز كيك 3/10. 10 من 10 مفيهاش كلام دي يا جماعة. أنا بقى افتكرت في الشوكولاتة ده، آدم فكرني إن أصلا مامتي كانت منزلة نفس الطعم ده، فهم اللي كل اللي عملوه على فكرة يا جماعة ما غيروش فيه أي حاجة. هو كل اللي عملوه إن هم غيروا الكيس بس. تمام. ولا عشان بحب الشوكولاته طبعا فهديله 9.5 من 10. ماشي. أنا هديله في 8 من 10. تمام. دلوقتي بقى انا عن نفسي، احنا هنقول دلوقتي ايه اكتر حاجه من كله. اولا من الحادق، بعد كده الحلو. احنا حبينا ايه اكتر حاجه؟ انت حبيت ايه؟ انا الحادق هو ده وده. انا عن نفسي هشتري الاثنين دول اما اجي اكل بس. اللي هما سي فود والجبنه الكريمي بتاع البسطرمه. تمام. ايوه هو انا عن نفسي هختار واحد بصراحه يعني عشان الاثنين طبعا. انا بصراحه هختار السي فود، كان تحفه يا جماعه تحفه. بالنسبه بقى التحليه انا هاخد التشيز كيك بالفراوله. مش هجيب حاجه عشان يعني هو ده جديد بصراحه، كان طعمه حلو جدا. يعني انا مش هجيب حاجه. ماشي. الناس تعملوا لايك سبسكرايب اند شير، واستنونا في الفيديوهات الجايه. باي باي.